هو ده الزمالك اللي كان معاشرنا بالاربعه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ده انا قلت هنكسب فرق 4-5 بعد كده في كل الماتشات اللي جايه دي. ضربه جزاء كملت. الله 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 الله. خير. الدفاع اللي هيقابل رونالدو وماني ما شاء الله. اخواتنا السعوديين قاعدين بالميكروفونات في المدرجات. احنا قاعدين في السوق مش هنبقى قاعدين بالمنظر ده كده. مش بعيد اسمع حد من المدرجات بيقول لك اي حاجه قديمه للبيع. المفروض بقى ان حاتم سكر ده هو اللي وقف ساديو ماني، ونبيل عماد دونجا ومعاه الاخ عمرو سيسي. دول بقى اللي هيقابلوا زوزوفيتش وفوفانا. الاخ المسلوسي وقف كريستيانو. 8 دقايق وقت بدل ضايع. صفرت حكم الشوط الاول ان شاء الله خير. يمكن الشوط الثاني ننزل نعوض بقى يا رب. الشوط الثاني كملها بالستر يا رب. المفروض نكسب الماتش ده عشان نامن نفسنا ان احنا اول المجموعه. هو ده الزمالك اللي كان كسبان 4 وهيلعب قدام النصر. يعني المفروض احنا نصده قدام رونالدو لوحده بالفرقه دي. المعلق بيقول لك فتوح ابن الزمالك خلاص ما عادش فيه حاجه مضمونه دلوقتي. كلهم بيبيعونا اندل 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 الزوز يا عارضه حرام والله العظيم. حرام والله. لو الاهلي كان دخل الجول وانت عادل استر بيه نفسي في مجموعه. طيب وهي حكايه المعلق المدهن اللي بيعلق ده؟ مسدود 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 يا زمالك. الزمالك لا حول الله ولا قوه. انت شمتان فينا يا عم ولا ايه؟ شويه شويه نلاقي الجماهير بتقول لك الشاب اللي جاي من الحمام عليه خميسه من قدام. رب جول نص بنفسنا تعادل بس. وكتاب الله صبحي ده ما ينفع يقف حتى لو في ساحه. ايه القرف ده؟ ولا عرضيه صح. هيصفر اهو صفر. إليها منكم لا 1-1 ينفع كده؟ الكبسجيه علموا علينا. ده لو انت هنكسب الماتش ده ونعزز فرق صداره شويه نبقى 6 نقط وممكن ننافس على البطوله. كده انا اديك الامان ازاي وانت كاسب لي ماتش 4 والماتش اللي بعديه مغلوب؟ لا بل ده لعيبه الشباب بعد ما كسبوا ماتش الزمالك راحوا يحيوا الجمهور. يا حبيبي انت يا دوبك كسبت ماتش الزمالك، انت ما خدتش البطوله. انتوا فاهمين غلط.